بتخافي تعملي الحمام الحشوة تفرقع منِّك وهو بيتسلق، أو اللون ما يطلعش حلو كده، أو حاجة مهمة جدًا كمان إن الرز من جوّه يطلع معجِّن ومش مش يعني إيه، مش مفلفل كده وحلو. ال3 حاجات دول انسيهم من بعد الفيديو ده. هنعرف مع بعض إزاي نعمل الحمام خطوة بخطوة، إزاي يتحشي كويس جدًا من غير ما يفرقع منِّك مهما كانت كمية الحشو بتاعته، إزاي يطلع باللون الحلو ده، وإزاي الرز يطلع حلو كده ومفلفل ومش معجن أبدًا. لو بتحبي الحمام ونفسِك تعمليه بالشكل ده، شوفي الفيديو للآخر. قبل ما أبدأ الفيديو أنا هالة أبو بكر، اعملوا لايك وشير للفيديو وتعالوا بينا على طول نقول بسم الله ونبدأ على طول. أول حاجة طبعًا عندي هاعمل الخلطة أو حشوة الحمام وهي الرز طبعًا. في طاسة عندي باجيب معلقة كبيرة من السمنة، وعايزة أقول لكم طبعًا يُفضّل إن هي تكون سمنة بلدي، وهانزل بكمية حلوة من البصل. هنا أنا ما عنديش مقدار معيّن للبصل ولا والرز بتاعي لأ، زي ما أنا عايزة على حسب كمية الحمام اللي عندي. خلاص، أنا هنا نزلت ببصلتين كبار مفرومين، هاسيبهم لحد ما لونهم يغيّر كده يبقى اللون الدهبي الغامق شوية، بس من غير ما يتحرق يا جماعة، نخلّي بالنا عشان شعراية بسيطة جدًا بتفرق بين إن هو يتحرق أو إن هو يبقى لونه حلو كده ومدّي طعم حلو مش ممرّر. هابتدي بقى أبهّر الرز، الرز عندي هنا مش منقوع أبدًا، مغسول بس وحطيته وحطيت عليه شوية من الفلفل الأسود وورقتين حبّهان ولوري. طيب أنا ساعات كتيرة أوي باطحن عندي الحبهان واللورة وباعملهم مع بعض باودر كده وباحطهم على طول، ما كانش عندي كنتش عاملة يعني البهارات دي ومجهزاها، فحطيتهم صُحاح عادي ما فيش مشكلة، وحطيت كمان معلقة كبيرة من القرفة. الخطوة دي مهمة جدًا. هنا أنا عايزة أحمّر الرز كويس أوي على النار قبل ما أشرّبه، مهمة جدًا. أنا هنا مش باحشي الرز ولا هو ني ولا هو مستوي سِوَى كامل. هتشوفوا دلوقتي أنا هاعمل إيه. بعد ما الرز عندي اتحمّر كويس أوي طبعًا، هادّي له الملح بتاعه، وهنا تقدروا تكتّروا في القرفة زي ما أنتم عايزين، على فكرة بتدّي طعم حلو جدًا ولون كمان جميل جدًا للحمام. وزي ما قُلت لكم أنا عايزة الرز عندي يكون سُخن جدًا علشان يكون مفلفل كده من جوّه بعد كده، وكمان كمية المَيّة اللي هاحطها هتفرق معايا في إن الرز يطلع مفلفل ومش معجّن. يعني كتير ناكل حمام كده الرز من جوّه يبقى معجّن أو مش مستوي، لأ، هنا بقى حلّينا المعادلة دي. تعالوا كده نشوف هنعمل إيه. هاحط مَيّة يا دوبك كده تبقى باينة ما بين الرز، مش عايزة المَيّة تبقى مغطياه تمامًا، يعني حاولوا كمان تقللوا عني كده معلقة أو معلقتين 3 من المَيّة. زي ما أنتم شايفين كده هي يا دوبك على وش الرز وفي حتت مش على وشها. هاسيب المَيّة عندي تتشرب، وطبعًا أنا حطيت الملح والبهارات بتاعتي وكل حاجة تمام. خلاص كده الرز عندي هنا بقى نُص سِوَى، وهو ده المطلوب. خلاص هاطفي عليه طبعًا بعد ما شرب المَيّة بتاعته وهاسيبه يبرد، وتعالوا بينا بقى نشوف هنعمل إيه. طبعًا الحمام عندي أيًا كانت الكمية بتاعتي هاغسلها كويس جدًا، ليمون وملح وانقعهم فيه كويس كده، وبعد كده انضف كويس أوي، واحاول أخلي الجلدة من عن اللحم يعني أفرّقهم عن بعض كده علشان أقدر أحشي جوّه. خلاص، هابتدي أجيب بقى الحشوة بتاعتي، وهابتدي أحشي الحمام كويس جدًا، ما تقلقوش من كمية الحشو، احشوا زي ما أنتم عايزين براحتكم. وزي ما قُلت لكم أوعدكم إن هو مش هيفرقع، وهاوريكم إزاي مش هيفرقع أبدًا معايا إن شاء الله. بابتدي أحشي الحشوة اللي أنا عايزاها، وطبعًا أنتم أخدتوا بالكم إن أنا ما حطيتش الكبد وقوانص في وسط الرز يعني وأنا باسويه، بس إذا حابين ممكن تقطعوها طبعًا وتبدأوا تحمّروها مع البصل ومع الرز عادي خالص. بس أنا عندي باحب أقفل بيه الحمام بس مش باحبه جوّه الرز، لإن ولادي مش بيحبوه خالص في الأكل. هابتدي أقفل بيه الحمام زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا نخلّي بالنا بس أنا عندي حجم الحمام كان عندي صغير مش كبير، فنخلّي بالنا لو الحجم صغير تبقى الحشوة برضه مناسبة عشان أعرف أقفل الحمام. أنا عايزة أقول لكم إن ولا رُزاية هتطلع معاكم وأنتم بتسلقوه أبدًا. هابتدي بقى بعد كده أكتف الحمام زي ما أنتم شايفين كده، والحمام هنا كان جاي لي متبهدل شوية، يعني رجليه كده مش كاملة و الجلد بتاعه مش متضبّط، بس أنا حاولت على قد ما أقدر أضبّطه. باخد طبعًا الجناحات بتاعة الحمام وارجعها لورا كده وابتدي احشي بقى من عند الصدر. وطبعا انا قلت لكم انا فرغت بين الجلد واللحم كويس قوي من كل الجوانب، وبحشي كده الكميه ما تكونش كبيره قوي بس تكون متساويه. يعني ايه؟ يعني هنحط في النص شويه يبقى في الجناب زيهم وفي الحرف الجنب التاني كمان زيهم، وابدا بعد كده اساوي الحمام بايدي كده، ان انا اوزع الرز بايدي تبقى كل حته في الحمام
الرز عندي متساوي فيها، علشان بعد كده لما اسويه زي ما انتم شايفين كده بالظبط، لما اسويه ما الاقيش حته بقى هنا مكلكعه وحته مكببه كده والشكل مش لطيف خالص، لا. خلاص. طبعا انا زي ما قلت لكم طبعا الجلد كان عندي متبهدل، بس لو ما كانش متبهدل طبعا انا بحشي كمان حته كده عند الزور عشان تطلع الحمام بشكل حلو كده ولطيف كله، ويبقى كله مليان كده حشوه واحده. هبتدي احشي الحمامه التانية بنفس الشكل وبنفس الشكل وبنفس الطريقه. انا بحشي عندي كل كميه الحمام، وزي ما قلت لكم انا باخد الكبد والقوانص بقفل بيهم الحمامه واكتف الحمام عادي خالص. طبعا انتوا شايفين الحمام عندي متبهدل جدا خلاص يعني، بس اتصرفت طبعا. وبقيت الحمام حتى اللي كان مفتوح من عند الرقبه حشيته برضو، وحطيت له كده خله سنان من الجنب كده يعني قفلته بيها علشان اقدر بس ايه يبقى متظبط معايا في الحشو. ولما يتسلق خلاص كده خد الجلد، خد الوضع اللي انا عايزاه او الشكل اللي انا عايزاه، هشيل الخله عادي خالص مفيش اي مشكله. يعني لو جالكوا الحمام متقطع او متبهدل زي ما جالي ما تتضايقوش وما تفتكروش ان هو خلاص كده مش هينفع، لا هيبقى زي الفل وهنعمله هيبقى في منتهى الجمال وهيبقى شكله حلو جدا كمان. خلاص. في الوقت ده طبعا انا بحشي كميه الحمام اللي عندي كلها، وحاطه على النار حله فيها ميه طبعا بتغلي علشان ابدا اسلق الحمام. طبعا انا حشيت الكميه كلها اللي عندي خلاص جهزتها. تعالوا بقى بينا نروح على طول على البوتاجاز ونشوف هننكه الشوربه بتاعه الحمام او ميه الحمام اللي هنسلق فيها الحمام بايه. انا بحط بصلايه واحده وبحط قرفه، بحط قصدي اسفه حبهان ولورا وفصوص من الفلفل الاسود او حبوب الفلفل الاسود يعني. وتعالوا بقى نشوف اهم حاجه كمان، التكه دي مهمه جدا من بعد تسويه الرز، هي تكه ازاي نحط الحمام في الميه عشان يتسلق. بحطه على مصفى زي ما انتم شايفين كده، وببتدي اغطس الحمامه بسيط يا دوبك تلمس الميه واطلعها تاني، تلمس الميه واطلعها تاني مرتين ثلاثه. طب ايه فايده الحركه اللي انا بعملها دي؟ الفايده منها اني بخلي الجلد يقفل من غير ما يفرقع، الجلد يقفل بالراحه على الحشوه من الميه السخنه وياخد الشكل اللي انا عايزاه من غير بعد كده ما يفرقع. طب اذا حطيتها مره واحده طبعا الميه سخنه جدا عليها وبتغلي، احتمال طبعا مع تمدد الرز ان هي تفرقع مني. يبقى اول حاجه هتساعدني في ان الرز ما يفرقعش او ما يطلعش بره الحمامه والحمامه تتفتح مني وانا بسلقها تسويه الرز. طبعا احنا سويناه نص سوا او ممكن كمان 3/4 سوا. تاني حاجة هي حركة المية دي، ان انا المس الحمام كده للمية واطلعه، المسه واطلعه. اخدين بالكم طبعا هي قفلت، حتى في حمامة هي زورها مفتوح ما طلعش منها اي رز يا جماعة، انتوا متخيلين؟ طلع كله ما شاء الله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي ما انتوا شايفين محشي حلو جدا ما فرقعش منه اي حاجة. يلا بينا بقى نحمره. عندي هنا كمية من السمنة والزيت، بحط فيهم كده شوية من الفلفل الاسود وكمان شوية من الملح. وهنا مش الهدف بس ان انا انكه المادة الدهنية، لا الهدف كمان ان ما يفرقعش فيا المادة الدهنية دي تطلع في وشي وانا بحط الحمام. تعالوا بقى اللون الحلو ده هنشوف هيتعمل ازاي وهيطلع ازاي. بجيب الحمامة زي ما انتم شايفين كده وابتدي اغطسها في شوية من الحليب او اللبن. ليه الحركة دي مهمة جدا؟ هتديني لون رهيب للحمام. مهما حطيت مواد دهنيه، مهما حطيت سمنه بلدي، ايا كان ايه اللي بستخدمه عشان احمر الحمام، مش هيطلع لي اللون ده ابدا من غير الحليب او القشطه كمان. يعني لو عندي حته قشطه كده ممكن ادهن بيها، بس انا شايفه ان الحليب احلى لانه بيغطي كميه حلوه من الحمام. يعني بمعلقتين 3 احمر الحمام بمنتهى البساطه. بسيبه طبعا، عايزه اقول لكم بصوا الله اكبر كل ناحيه بحاول اقلب بس من عليها كده اوريها لكم، واخده لون رهيب. انا بس بحاول اقلب كده الحمام، ولو حسيت وانا بقلب ان في حته ما خدتش او ما شربتش اللبن او الحليب يعني جري من عليها وهي بتتحط فيه، اديها تاني كده بالفرشه، امسح عليها بالفرشه مفيش اي مشكله لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه. مع التقليب طبعا انا بقلبه كده عشان آه، اضمن ان كل حته متحمره زي التانية بالظبط. بصوا بقى اللهم بارك اللون حلو جدا جدا. وكده زي ما انتم شايفين انا واقفه جنبه عماله اقلب كل شويه كده على ناحيه، اللي اتحمر من الناحيه دي اقلبه على الناحيه دي وهكذا لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه زي ما انتم شايفين كده. شفت حته مش متحمره كويس بحمرها تاني عادي وبقلبها على الناحيه التانية. خلصت كميه الحمام كلها حمرتها كلها بالشكل ده اللهم بارك. طبعا شايفين شكله حلو جدا زي ما انتم شفتوا ما فرقعش معايا آه خالص. يعني مهما حشينا، مهما كان حجم الحمام، مهما كانت كميه الحشو، انسوا حكايه ان هو يتحط معاكم في الميه دي فرقع او الجلد يفتح والرز يخرج. الكلام ده خلاص مش موجود خالص بجد، انسوها. دي مشكله كانت بتقابلنا كلنا وبنخاف منها كلنا، ولكن خلاص من بعد كده
الطريقه دي استخدموها على طول، ان شاء الله هتريحكم الحكايه دي خالص، وهتبقوا مطمنين جدا وانتوا بتعملوه. تعالوا نشوف بقى كمان الرز اللي جوه الحمام. انا وعدتكم ان الرز مش هيكون معجن ابدا، بالعكس هيكون لونه بني كده حلو ومش معجن. اهو بصوا بقى الرز اللهم بارك، مستوي جدا، مش معجن، مفلفل كده، يعني حاجه بجد في منتهى الروعه والجمال. كده اكون خلصت معاكم وصفه النهارده. يا ريت بقى تعملوا لي لايك وشير للفيديو، ولو كنتوا اول مره بتشوفوني على اليوتيوب يشرفني اشتراككم في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واقول لكم سلام.